حاضر. طيب هنروح بقى ايه لاخبارنا، واول خبر عندنا هيهم او بيهم جماهير النادي الاهلي. عرفنا من بعض مصادرنا ان طبعا الكابتن محسن صالح اللي هو دلوقتي موجود كرئيس لجنه التخطيط الجديد بالنادي الاهلي، يعني كان في جوله كده واشتغل فتره طويله في الامارات، وليه علاقات قويه جدا مع كل مسؤولي ومدربين الانديه هناك. عشان كده هيكون الدوري الاماراتي او دوري الخليج العربي هو المكان الاول اللي بيشوف فيه كابتن محسن صالح امكانيه التعاقد مع مهاجم جديد للنادي الاهلي، وده طبعا بصفته رئيس لجنه التخطيط. في 3 اسماء هم الابرز في لائحه كابتن محسن صالح لحد دلوقتي. 3 اسماء مهاجمين يعني ممكن ينضموا للنادي الاهلي في انتقالات يناير اللي جاي او في نهايه الموسم على اقصى تقدير. الاسماء دي اول اسم ريان مينديز. ريان، احفظوا معايا الاسماء دي، ده السبوت محطوط عليهم للانضمام للنادي الاهلي. عايزين تتفرجوا عليهم اتفرجوا عليهم في الدوري الاماراتي. ريان مينديز ده مهاجم كاب فردي ونادي الشارقه متصدر الدوري الاماراتي. الثاني هو ابو بكر ستيف تراولي، ده لاعب جامبيا ومهاجم فريق عجمان اللي بيدربه طبعا المدير الفني المصري كابتن ايمن الرمادي. احفظوا بقى الاسماء اللي انا بقولها دي. اخيرا بقى كابتن محسن صالح حاطط عينه على لعيب ملابه. في لعيب اسمه ملابه مهاجم توجو. ملابه مهاجم توجو. يبقى احنا قلنا الاسم الاولاني ريان مينديز، والثاني ابو بكر تراولي، والثالث ملابه. دول الاسماء وكلهم هدافين. ده الاخير ده لعيب اتحاد كلباء، ده قدر يسجل 5 اهداف مع فريقه في اخر 6 ماتشات. يعني اللعيبه اللي انا بقولها لكم ال3 دولت، لان الدوري الاماراتي فيه لعيبه جامده جدا. وفي لابا كوجو طبعا اللي طار راح العين، نفس الحجم ونفس خلي بالكم لابا كوجو ده بيفكرني